كل سنة وحضرتك طيب. بس خلي بالك عيد الأضحى مش بس لحمة وفته، في ناس بيدخلوا المستشفى بسبب العيد، والسبب يلا نعرف. أول مشكلة هي التخمة والتلبك المعوي. أكل كميات كبيرة من اللحمة الدسمة ده بيعمل تلبك معوي وعسر هضم، وكتير بيشتكوا من انتفاخ أو مغص أو إسهال. تاني سبب اللحمة الحمراء غنية بالبروتينات اللي بترفع حمض اليوريك، والنتيجة ألم في المفاصل وخصوصا في الصباع الكبير، ودي علامة واضحة للنقرة. ثالث سبب هو ارتفاع كوليسترول الدم والضغط. كميات الدهون والملح الكتيرة اللي بتكون في الفتة والممبار والمخ كارثة لأي حد عنده ضغط أو مشاكل في القلب، وده ممكن يعمل له صداع أو دوخة، وأحيانا بيوصل الأمر إن إحنا نروح للطوارئ. نصايح سريعة لحضرتك: كل لحمة باعتدال واشرب مية كتير، ما تنساش طبق السلطة، وامشي شوية بعد الأكل. أما بقى لو عندك مرض مزمن يا ريت تكون حد، خلي العيد فرحة مش وجعة. أما بقى لو حسيت بأي تعب تعالى صيدلية الصحة هنساعدك، وبرضه خدمة التوصيل عندنا شغالة 24 ساعة، اطلب اللي محتاجه يوصلك لحد البيت. شكرا ليكم ودمتم أصحاء.